مساء الخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. ربنا يعود عليكم الأيام بكل خير إن شاء الله. السنة الجاية إن شاء الله نبقى كلنا على عرفة بإذن الله. يعني كلمتين بس كده بخصوص موضوع كذا موضوع كده، منهم موضوع زيزو وموضوع حمدي فتحي. كنا اتكلمنا عن موضوع حمدي فتحي وديانج ومصطفى العش إن هم مش هينفع يتأيدوا. الحمد لله إن نادي الخلود السعودي خلاص نزل بيان رسمي وأعلن عودة أليو ديانج للنادي الأهلي. وعموما يعني احنا مش بنتكلم على ان ديانج هيرجع او مش هيرجع او الكلام ده كله، احنا بنتكلم على ان في صيغة عقود اتعملت غلط يا جماعة. لازم الإدارة تراعي الكلام ده، لازم الراجل المسؤول عن الكلام ده يتحاسب، انه حطنا في موقف مش لطيف. حتى لو انت كنت بتتعامل مع ديانج ايامها على انه مش هيكمل وان كولر مش عايزه، وده كان من اغبى القرارات اللي حصلت ان انت تطلع اليو ديانج اعاره اساسا. ده يعني ازاي اساسا تعمل حاجه زي كده؟ وبان عندك قصور في نص الملعب اثناء الموسم، ان مروان عطيه لوحده ما كانش قادر يأدي وكان لازم اليو ديانج يبقى موجود معاه. فيعني بان الموضوع ده جامد، وخصوصا مع يعني ان عمرو السولية معظم الموسم مصاب وكمان ما بيلعبش حتى لما رجع. فالموضوع بان يعني. فبغض النظر بقى انت كنت عامل حسابك ان اليو ديانج مش هيرجع او هيرجع او الكلام ده كله، ما كانش ينفع تعمل عقد كده. العقد يتعمل لحد نهاية الموسم، فالمفروض محاسبة الناس اللي غلطت في العقد ده وصيغة العقود دي. والمفروض ان دي اخطاء بدائية ما يقعش فيها النادي الاهلي اساسا، مش النادي الاهلي اللي يقع في الاخطاء دي. لكن ما علينا، هو نادي الخلود السعودي اعلن عودة اليو ديانج. ده طبعا بعد تنازلات مالية من اللاعب ومن النادي، ويعني النتائج اللي بتترتب على ان انت بتعمل عقد غلط ان انت بتتنازل ماليا، وده اهدار مال عام من اموال النادي يعني. فمش عارفين، فيجب محاسبة الناس اللي صاغوا العقود دي ووافقوا عليها، اذا كان كابتن محمد رمضان او ايا كان مين هو. النقطة التانية هي بالنسبة لحمدي فتحي. حمدي فتحي هي في معلومة بس عايزين نوضحها، احنا كنا غلطانين فيها، ان فترة الانتقالات الاستثنائية دي مش هتتحسب على اللاعب. فبالنسبة له هي مش فترة انتقالات، بس لازم اللاعب يبقى عقده اكتر، يعني 6 شهور فاكتر. ما ينفعش يبقى عقده شهر، ما ينفعش يجي يلعب معاك كاس عالم ويمشي، ما ينفعش. فانت هتجيبه هتسجله هاته على الاقل اعارة 6 شهور، وبعد كاس العالم مشي تاني، مش فيها مشكلة. دي النقطة اللي كان الاتحاد المصري بيتكلم فيها مع النادي الاهلي امبارح. فيعني حتة ان انت تعمل عقد شهر ونص دي ما بتمشيش يا جماعة، ما فيش الكلام ده. اقل فترة قيد او اقل مدة في العقد بتبقى 6 شهور. يعني يقال ان حصل تواصل ما بين الكابتن خطيب والشيخ خليفة اللي هو رئيس نادي الوقرة. طبعا الناس هناك ما فيهاش ما عندهمش السبهلله اللي عندنا دي، الناس بتتعامل بورق. فهو هيعمل لك عقد اذا كان الراجل يعني عايز يحل، هيعمل لك عقد لمده 6 شهور، وبعد كاس العالم طبعا حمدي فتحي يرجع. فلان دي فتره قيد استثنائيه فهو مش هيتحسب له ترانسفير. فدي نقطه تانية يقال ان هي اتحلت. النقطه التالتة هي مصطفى العش. مصطفى العش برضو هيسافر مع الفرقه على ما اعتقد، والناس في نادي زد هيحلوا الموضوع يعني، وهيعملوا فترة قيد او هيعملوا له مادة الإعارة 6 شهور، وعلى إنه لما يرجع من كأس العالم هي فترة استثنائية، فممكن يرجع نادي زد أو النادي الأهلي يخلصوا، ويعني نبقى خلصنا. في نقطة بس تانية بالنسبة لزيزو. موضوع زيزو ده موضوع مهم جدا. نادي الزمالك بيحاول يشتكي زيزو ويوقفه عن اللعب والكلام ده كله. النهارده الزمالك خد صفعة على وشه، قلم جامد يعني، ان لجنة الانضباط زي ما قال الاستاذ عمرو العمايرة قالت له ده احنا مش جهة اختصاص، هي ده اختصاص لجنة شؤون اللاعبين. وده في الاول وفي الاخر كان لعيب عندك وامتنع عن التدريبات وانت طبقت عليه لائحتك وخلاص، انا اعمل لك ايه يعني؟ فده رد طبيعي يعني. فالنقطة التانية ان الزمالك بيتكلم دلوقتي على انه يعني انتهاء الموسم مع انتهاء كاس الرابطة يوم 12، ولا زيزو ما ينفعش يمشي وده مش انتهاء للموسم وكده. النقطة بس اللي حابين نوضحها عن الناس في نادي الزمالك، في فرق بين فترة القيد والموسم نفسه يعني. فالقيد بتاع اتحاد الكورة، الموسم بتاع الرابطة. فانت بتاخد من الرابطة وتطبق على اتحاد الكورة اللي هو ازاي يعني؟ فدي حاجة غريبة جدا يعني.
فبس بقى يعني النقطة اللي المفروض تتوضح هنا هو ان انتهاء الموسم في الفيفا هو مختص بالدوري المحلي والبطولة المحلية الرسمية بتاعة الاتحاد، مش البطولات الفرعية. وان البطولات الفرعية دي لا تعتمد اصلا، سواء كاس نخبة او كاس عاصمة او ايا كان من الكلام ده كله، او اي دورة حتى لو دورة رمضانية متعود نادي الزمالك يشارك فيها يعني، فده ما بيعتمدش. فانتهاء الموسم بالنسبة للفيفا هو انتهاء الدوري والكاس المحلي، وانتهى الموضوع على كده. واي بطولة تانية تكون معتمدة على ان لا تعطل انتقالات اللاعبين. فدي يعني نقطة واضحة كده يعني. فالموضوع بتاع زيزو محلول يا جماعة. حتى النهاردة رابطة الأندية أصدرت بيان ردا على البيان بتاع الزمالك، وقالت له انتهاء الموسم بعد انتهاء البطولة المحلية وانتهى الموضوع. فيوم العيد إن شاء الله هيكون الإعلان بتاع زيزو، وهيسافر مع الفرقة أو هيسافر بعد الفرقة بيومين، لأن الفرقة هتسافر بكرة. هو هيسافر يعني ممكن بعدهم بيومين 3 هو وأحمد رمضان بيكهام، والموضوع هينتهي على كده. فالنادي الأهلي في موضوع زيزو ماشي قانوني ماشي صح، لكن في موضوع اليو ديانج كان في غلطات، ويعني تم تداركها. واللي احنا بنتكلم فيه ان احنا لازم نحاسب الناس اللي عملت العقود دي. بس بالتوفيق للنادي الاهلي. اتمنى من ريبيرو ان هو يعني ايه يثبت خطأ وجهة نظره بس، ولو اني مش واثق في الراجل ده بجنيه. انا شايفه راجل ملط بصراحه، بس ما باليد حيله. خلاص هو بقى مدرب النادي، ونتمنى ان هو يعني ايه يأدي ونصعد ان شاء الله، وربنا يسترها. شكرا، سلام عليكم.